الكيميا مش صعبة على فكرة، بس هي ليها طريقة مختلفة شوية كده عن مذاكرة معظم المواد، وفي تريكات فيها لازم تعملها في كل باب علشان لو عندك أي مشكلة في الباب ده تتحل، وغالبا أنت مش بتعمل التريكات دي فعشان كده عندك مشكلة في الكيميا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ استكمالا للفيديوهات اللي كنا بدأناها بالفيزياء، اللي انا قلت لكم هنعمل سلسلة فيديوهات الفترة دي، المفروض تكون انت تسمع كل الفيديوهات ان شاء الله يعني، عشان اقول لك المادة تنجزها ازاي، كل باب ايه المهم فيه، ايه الابواب اللي المفروض تبدأ فيها مراجعة، لان انت مذاكرة الاوقات دي مش زي طبعا مذاكرة اول السنة خالص. فالمفروض انت تكون الفترة دي بتنجز جدا، ومصادر هتنفعك المفروض تكون بتذاكر فيها، وتجميعات وتلخيصات فيديوهات معينة هقولها لك على كل باب كده، لو حابب تسمعها هتلاقيها بتظبط لك الدنيا في الباب ده. وطبعا اول ما سألتكم المادة الجاية عن ايه وايه المادة اللي بتشكوا منها، فيعني 99% منكم قال الكيمياء، فكمل معايا الفيديو كده للاخر، هقولها كده سريعا كل باب تعمل فيه ايه، وايه المهم في الباب ده، وايه اللي مش مهم، وكمان تعمل ايه في المسائل اللي انت اصلا عندك عقده منها، فيديوهات كده معينه تلم لك الفصل لو انت محتاج الفيديوهات دي. وكمان هقول لك على خطه شوامل في الكيمياء تفرق معاك ان شاء الله جامد، من ناحيه ازاي تبدا مثلا بالنماذج الاسترشاديه الاول، ولا بالكتب الخارجيه، ولا باسئله السنين السابقه. فكمل معايا الفيديو للاخر، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجايه. بص، نبدا اول حاجه كده المفروض تبدا بيها مش الباب الاول زي ما انت كنت متخيل، لا طبعا العضويه. انت المفروض تكون واعي ان العضويه عليها بتاع تلت الامتحان، فانت ما تروحش تدي الاولويه بس لباب تاني باب اول ومش عارف ايه. عارف ان معظمكم بيشكي من العضويه، اللي هو مش عارف يجمعها او يربطها ببعض وكل شويه بينساها. فببساطه العضويه والله بجد الحل فيها ان انت تذاكرها كل شويه، اسمع مني بجد، وذاكرها كل شويه. هتقعد دلوقتي مثلا يا عم هذاكر الهيدروكربونات، وبكره مثلا هذاكر المشتقات، تعالى بعد 3 4 ايام ذاكر الهيدروكربونات تاني سريعا كده، او افضل حل عليها، وكذلك مثلا بعدها بيومين حل على المشتقات تاني، هتلاقي نفسك والله ظبطت فيها. يبقى اول حاجه تعملها في العضويه ان انت تكرار كتير جدا جدا جدا. تاني حاجه بقى والاهم ان انت تكون بتذاكرها من المخططات، يعني المخططات دي اللي لازم تكون انت مجمع كده كل درس في المخططات بتاعته، زي بتاع البنزين، المخططات بتاع الالكين والالكان والالقين، ولازم تكون مجمع كده كل المخططات دي. طيب لو انت لسه ما جمعتهاش، فالمخططات دي كنت بعتها لك على التليجرام، فهسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتات، فانت خش فيها كده ايه واكتب المخططات دي زي ما انا كنت كاتبها بالظبط. كمان محتاج انت تكون مربطها ببعضها، لان العضويه للاسف في اخر السنه مش بتجي لك كل درس منفصل لوحده، يعني غالبا مش هتلاقي كده البنزين جاي لك لوحده، هتلاقي مربط البنزين بالكحول، مربطها كمان بالاسطارات وكل الحاجات دي. فانت لازم تكون من دلوقتي كده متعود على حته التربيطات ببعضها، والتربيطات دي هتيجي عن حاجتين، اول حاجه ان انت تكون بتحل كتير، فبالتالي طول ما انت بتحل هتلاقي نفسك بتقابل اسئله على التربيطات، فبتسجل المعلومات بتاعتها. تاني حاجه بقى والاهم، كان في كتاب برضه انا بعته لكم كده، كنت انا بستخدمه السنه اللي فاتت، كان جايب لك كده ايه كل الفروق بين كل حاجه، والله الفرق بين درجات الحراره بين الهيدروكربونات والمشتقات، والفرق بين درجات الحراره بين البنزين وبين مثلا الكحول، وكل التجمعات دي. فالتجمعات دي بجد والله تفرق معاك في اخر السنه، فبرضه هبعته لكم على التليجرام. فانت ايه ابدا بص في الكتاب ده، وشوف التربيطات اللي انت عاوزها فيه، والتربيطات اللي انت عاوزها اكتبها وسجلها عندك. وبص بجد انا بقول لك هو مفيش فيديوهات كتيره غالبا هتنفعك على اليوتيوب بالنسبه للعضويه، العضويه كبيره جدا، فانت مش هتلاقي فيديوهات صغيره فيها، فغالب الفيديوهات اللي هتلاقيها هتكون فيديوهات كبيره جدا وهو في الاخر شرح. فاعمل زي ما قلت لك بس الثلاث حاجات دول، ان انت تلخصها وتحل عليها كتير وتراجعها، والمخططات وكم حاجه انا قلت لك عليها، وبجد والله ان شاء الله الفتره دي هتلاقي ظبطت معاك جدا. تاني باب المفروض تكون مهتم بيه الباب الرابع الكهربيه، لان اصلا معظمكم بيجي بلاقي عنده مشكله فيه وسابه، اللي هو عندي مشكله ايه مش المفروض انا اظبطها، لا انا سبته اصلا. الباب الرابع من الاخر غالبه مسائل، والمسائل بتاعته ايه بترزع شويه، فانا اقول لك بجد على طريقه تنفعك جدا ان شاء الله في المسائل دلوقتي. وتاني حاجه كمان الكلام النظري اللي فيها، او زي مثلا تجميعات البطاريات، الفتره دي زي ما بقول لك كده بما انك عاوزك تلخص وايه وتستفيد بالملخصات دي، هتنفعك ليله الامتحان اكتر ما هتنفعك كمان دلوقتي. تعالى يا عم عند الباب الرابع واقرا كل صفحه انت على السريع كده، وشوف والله الكلام اللي يستحق فيه ان هو يتكتب، الكلام النظري من الاخر ده كانت هتكتبه. تعالى بقى بالنسبه للبطاريات، قارن بينهم كده ايه هم اربع خمس بطاريات، قارن بينهم واكتبهم كلهم في صفحتين، وانا برضو كنت كاتبهم وهبعتهم لك على التليجرام. يبقى انت كده ايه جمعت الكلام النظري اللي فيه، جمعت البطاريات. نيجي بقى بالنسبه للمسائل، بص بجد نصيحه، اكتر حد هيظبطك في الباب الرابع هو مستر محمد عبد الجواد. يعني انا كنت معاه السنه اللي فاتت في الباب ده بالذات، اكتر حد بجد والله شرح الباب ده، وفعلا يعني انا بقول ان هو شرحه احسن من اي حد، مستر محمد عبد الجواد. هتلاقيه مجمع لك كده ايه المسائل ومجمع لك كل حاجه، كان حاطينا اربع خمس قوانين كنا بنحل بيهم اي سؤال في الدنيا في الباب الرابع. كان مراجع ايه الباب الرابع كده إيه في فيديو معين، خش اسمعه، وزي ما قلت لك جمع وراه كده الكام قانون دول هينفعوك جدا. حاجه مهمه كمان قبل ما نقعد ندخل على الباب الثالث والثاني، في حاجه انت لازم تكون واخد بالك منها بالنسبه للشوامل. الشوامل في الكيمياء انا بقول لك بجد والله خطه ان شاء الله هتفرق معاك، لان الشوامل في الكيمياء هتفرق معاك جدا زي ما قلت في حته التربيطات والكلام كله اللي انا سايل لك عليه. الاولويه بالنسبه للشوامل ان انت تحل سنين سابقه بتاع 2024 و2023، سيبك من 22 و21 دلوقتي. تعالى بعد كده شوف النماذج الاسترشاديه اللي الوزاره نزلتها لك،
بالتالي كانت لسه منزله لك 5 وكمان كانت منزله قبل كده 2 على ما اعتقد. بعد كده حل لك بتاع حوالي 5 مثلا من كتاب الامتحان او كتاب من بريف. فانت كده بجد هتكون حليت قدر من الشوامل وجمعت من كل الشوامل زي ما قلت لك. وحاول الفتره دي من دلوقتي من 1/6 لحد 15/6 حطه في رينج مثلا من 15 ل 20 شامل. كتاب الامتحان بجد مهم جدا في الشوامل بتاعته، الشوامل بتاعته صعبه جدا ولكن هتديك افكار كويسه جدا بالذات في العضويه. الباب الثالث والثاني لان هما طبعا الاولويه ليهم اكتر من الباب الاول، وانا بحب اجيب لك بالترتيب كده علشان تكون واخد بالك من الابواب الاكتر في الدرجات، عشان تكون واخد بالك من النقطه دي، عشان بالله عليك ما تروحش تذاكر في فصل عليه كام درجه وتسيب بحاجه كبيره جدا زي العضويه. فيعني ايه، خلينا نتكلم مثلا على الباب الثاني دلوقتي. الباب الثاني بيتلخص كله في ايه؟ الكاتيونات والانيونات والمسائل. الكاتيونات والانيونات انا عارف ان انت زهقت من كتر المعادلات اللي فيهم وانت بقى بيغم عليك لان انت مش عارف مين بيعمل ايه والالوان بتاع المعادلات وكل الكلام ده. مش هقول لك ذاكرهم من الكتاب خالص، ما تفتحش الكتاب. انا والله بجد كنت عامل لك ملخص كده جامد جامد بالنسبه للكاتيونات والانيونات. ادخل على التليجرام وهتلاقي كمان كده في اللينك المثبت عندي ايه، كنت بعت لكم كل حاجه بالنسبه للكيمياء، فانت تدخل عليها واكتب الكاتيونات والانيونات دول، والافضل لك طبعا انت تكتبهم مش انت تكون ايه مخليهم عندك مجرد صور. بص يا عم الحاج، امسك الكاتيونات وابدا ذاكرها من الملخص اللي انا كنت قايل لك عليها ده. خلصتها تمام. الانيونات تمام. بعدها الالوان اللي انا كنت بعت لك كنت ازاي تفرق بين الالوان وكل الكلام ده برضو انت كده خلصته وذاكرته. نيجي بقى بالنسبه للنقطه الاهم ان هو دي كلها حاجات حفظ، فان انا اعمل لك ملخص ليها هيفرق معاك جدا جدا، ولكن الاهم ان انت تراجعه على فترات متباعده. انت عامل دلوقتي راجعت الكاتيونات تمام، تخش بعدها على الاسئله، بعد ما تخش على الاسئله تيجي بعدها ب3 4 ايام وبص على ايه الكام صفحه اللي انت كنت ملخصهم دول. زي ما قلت لك دي حاجات كلها حفظ فلازم ايه تراجعها كذا مره. الباب الثالث ده فهو للاسف اكتر باب عليه كلام نظري كتير جدا، والنظر بتاعه فعلا بيلخبط جامد جامد. كمان بالاضافه لكده هو كمان مليان مسائل، فهو انت تاخد بالك من حاجتين في الباب الثالث، الكلام النظري والمسائل، وكده الباب يكون خلص بجد. الكلام النظري مش هقول لك عليه غير حاجه واحده، لخصه. والله بجد هيفرق معاك في ناحيه الباب ده لان هو باب رغاي بطريقه لا توصف. يا عم انت المفروض انت ذاكرت الباب الثالث ده قبل كده وعارف الباب بيتكلم عن ايه. تعالى كده ورا كل صفحه وقراها انت سريعا، استفدت منها بشويه 3 4 كلام كده، عارف ان هم ربما يكونوا اسئله. اكتب يا عم المعلومات دي صفحه واثنين وثلاثه هتلاقي نفسك جمعت الباب في 10 صفحات ولا حاجه. ولكن بجد ال 10 صفحات دول هينفعوك جدا لان بجد والله هو باب رغاي وما ينفعش انت تقعد تذاكر من الكتاب كل شويه. بالنسبه للمسائل فانت جمع القوانين بتاعتها كلها في مكان واحد. الهدف من كل الكلام ده ان انت تقعد تنجز وما تكونش متعود على مذاكره اول السنه وفاكر ان هي تنفع لاخر السنه كمان. انت في الفتره دي محتاج تجمعات زي ما انا قلت لك كده، فجمع ايه القوانين كلها في مكان واحد. وانا كمان اقول لك دلوقتي حاجه تحل معاك اصلا المسائل كلها، مش مسائل الباب الثالث والعضويه والباب الثاني والكلام ده بس. هقول لك بجد الحل ده ان شاء الله يفرق معاك لكل المسائل. بص يا باشا، انا كان عندي مشاكل في المسائل لا تعد ولا تحصى، ففي طريقه بجد انا عملتها ونفعت معايا جدا، الا وهي ان انت بعد ما تكتب كده القوانين وتجمعها كلها وزي ما قلت لك وتكون حافظها، تيجي بعدها اي سؤال يقابلك تكتبه. بجد والله اي مساله تقابلك اكتبها، وبالذات في الشوامل وانت بتحل يا عم الشامل ده قابلك مثلا 4 5 مسائل اكتبهم. بعدها الشامل اللي بعدها قابلك 4 5 مسائل اكتبهم. سواء انت عرفت تحلهم او ما عرفتش تحلهم يا عم عادي، ممكن تسمع اليوتيوب وتعرف المستر حلهم ازاي، ولكن تشوف هو حلهم ازاي ويبقى انت كده اكتسبت ايه 3 4 افكار جديده. هتلاقي نفسك مسائل الافكار بجد بتتكرر لدرجه ان انا بعد كام شامل طلعت بكميه افكار بتاع اسئله كتيره جدا، فلقيت بعد كده ايه الشوامل الاسئله بتتكرر والافكار بتاع المسائل دي بتتكرر، فانا بدات انا بعرف احلها لوحدي. حاجه مهمه بجد والله تفرق معاك كمان في المسائل، لو انت الدنيا باظت معاك خلاص في مسائل بتاع باب معين ادخل واكتب والله ايه حل مسائل على الباب الثالث. ادخل يا عم اسمع الفيديو ده هتلاقي المستر كان بيحل لك مثلا بتاع يجي 100 سؤال على الباب ده. اقعد كده ايه وجيب كشكول جنبك وابدا شوف المستر بيحل ازاي، ولو قابلك اي سؤال كويس سجله. هتلاقي نفسك المستر في نهايه الفيديو حل بتاع 100 سؤال. المفروض لو انت كنت مركز ومش على الكلام اللي انا قلت لك عليه فانت كده خرجت 100 فكره جديده. والله بجد دي من اكتر الحاجات اللي هتظبط معاك فعلا المسائل. اخيرا يا باشا بالنسبه للباب الاول لانه هو غالبا عليه اقل درجات، بص هو الرغي بتاعه كله يتلخص في الفرق بين العناصر الانتقاليه، وانت المفروض ان انت الى حد ما حافظها وهي معاك في اخر السنه في كتاب المفاهيم. تاني حاجه يتلخص في المعادلات، والمعادلات سيبك من ان هي معاك في كتاب المفاهيم ما تعتمدش على كده خالص، لان المعادلات في كتاب المفاهيم منطوره بجد، معادله هنا ومعادله هنا، فعقبال انت ايه بتقعد تدور على معادله هتلاقي اصلا وقت السؤال عدى بكتير. فنصيحه مني بجد، المعادلات انا كنت مجمعها لك والله في صفحه وش وظهر، وكنت عاملها لك في هيئه مخطط كده كل معادلات الحديد، فادخل ايه اكتبهم برضو نفس الموضوع كده، انا كنت بعتها لكم على التليجرام نفس الموضوع، فانت ذاكرهم منها، اكتبهم اول حاجه وبعد كده ذاكرهم منها، احفظهم، هتلاقي نفسك بجد الحفظ بقى سهل عليك لان انا كنت مجمعهم بطريقه كويسه جدا. وكالعاده برضو كل 3 4 ايام كده ايه عدي عليهم بنظره كده سريعا،
هيفرق معاك جدا وتلاقي نفسك حفظتهم. وبس ده كده كان ملخص كل باب المفروض تطلع من الباب بايه بالظبط، لان انا مش عايزك الفتره دي تكون مثلا الباب 30 40 صفحه فانت بتذاكره على ان هو 30 40 صفحه. عاوزك تبص للباب انا هستفيد ايه من الباب ده، والمفروض تكون مركز عليه الفتره دي. هيفرق معاك جدا بجد في ان انت تنجز اكتر، وكمان تكون لامم الباب ده. بس اشوفك في فيديو جديد كده. اكتب لي في الكومنتات عاوز الفيديو الجاي يكون عن انهي ماده. اشوفك في فيديو جديد، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجايه. سلام.